السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا زبادي. احنا مش في رمضان يا نونا؟ ايوه، هو الزبادي بتاكلش غير في رمضان يا جماعة. بصوا، انا بعمل دايت، فطبعا العشاء بتاعي زبادي. لقيت علبة الزبادي ب5 جنيه، اقسم بالله اوريها لكم دلوقتي. يعني انا جبتها، ندمت ان انا اشتريتها. بصوا، علبة الزبادي معلقتين زبادي بالظبط، بشيل الوش وجيت اكلها. والله العظيم انا حزنت. معلقتين بالظبط وب5 جنيه. طب ما حرام، والله حرام. بصوا هوريها لكم، بس انا بشيل الوش بتاعها الاول اهو. بصوا هوريكم، انا ده نص كيلو لبن كان عندي، انا ما اشتريتش اللبن ده، كان نص كيلو لبن عندي. فخليته كده على النار، يعني ده في حاجه بسيطه زي دمعه العين. بصوا معلقتين بالظبط، معلقتين وب5 جنيه. حرام ده ولا حلال؟ حرام. نص كيلو لبن ده هيعمل دلوقتي معانا 5 كوبايات ونص، كمان اعمل بيه خميره. ما انا لما لقيتها صغيره كده ما اكلتهاش بصراحه، قلت لا انا هعملها خميره احسن وعندي اللبن. بصوا هنزلها كده على نص كيلو لبن. هتقولي لي يا نونا ماما، طب معلقتين يعني العلبه كبيره على النص كيلو؟ اقول لكم ايوه، ما انا عارفه ان العلبه كبيره، ما انا شلت وشها. فكده عشان يبقى لبن يبقى دايت، واللبن ملوش وش فيبقى دايت. خلاص بصوا، بمضرب البيض كده تضربيه كويس لغايه ما تعملي فوم اهو. اعملي فوم بسيط كده بالسلك، او عايزه تحطيه في الخلاط بمضرب بيض كهرباء براحتك، بس بسيط خالص. وهي بصوا بوريكي الفوم، وهجيب بقى كوبايات عاديه جدا. مش هعمله في طواجن، انا في رمضان كنت عاملاه في طواجن، فانا مش هعمله في طواجن عشان ما تبقاش كبيره. انا عايزه كوبايه عشان اكلها للدايت اهو. بصوا، الاول افضي الفوم ده في كل كوبايه شويه اهو. بصوا افضي الفوم ده كده الاول، اللي هو بيعمل جلسه للبن. انا مش عايزه وش، احنا عايزينه دايت اهو. ده احنا شايلين اللبن، حاطاه في التلاجة، كان في التلاجة عمل الوش بتاعه، شيلته وبعدين دفيته زي دمعة العين، والزبادي رخر زي ما شفت شلت وشه، فبقى كده زبادي دايت. ده نص كيلو لبن، والله والله ما اكتر من نص كيلو. بصوا عامل كوبايه دي كبيره مش صغيره اهو. ودي النص كوبايه دي اللي انا هعملها ايه؟ خميره للزبادي التاني. 5 كوبايات، كوبايه ب5 جنيه يعني. ده نص كيلو لبن ب12 ونص. بصوا عمل لي 5 كوبايات ونص، يعني كده انا هدور الزبادي بتاعي من غير ما اشتري تاني. كوبايه ميه بسخنه بتغلي في الصينيه، وهروح مغطياه فوطه. انا كده مسخنه الفرن، سبت الفرن شغال نص ساعه سخن، وهروح مدخله ده على فرن، في الوسط على الرف اللي في النص، وانا قافله الفرن. الكلام ده يا جماعه كان بالليل وشلته الصبح، يعني ده كده من بالليل للصبح. بصوا بصوا الزبادي ده كده سخن، لسه ما دخلش التلاجة، يعني كده لسه هو سخن دافي، يعني ما دخلش التلاجة لسه خالص. ما بيخش التلاجة طبعا بيبقى احسن من كده بكتير، بيبقى اجمد كمان من كده. يعني ده كده ما دخلش التلاجة، انا بفضيه قدامكم اهو من الصينيه اهو. بصوا بصوا بوريكي اهو. بصوا الزبادي اهو. بصوا بوريكم ان هو لا اتدلق ولا اي حاجه. ليه؟ لا، ولسه سخن، ما تحطيه بقى في التلاجة بيبقى تحفه. بصوا بصوا جالس ازاي ما شاء الله. بصوا الزبادي عامل ازاي، كده انضف واحسن وخالي الدسم. لو انت هتعملي دايت زي حالتي كده، وخالي الدسم وفي منتهى الجمال، عندك طفل بتاكليه منه، واوفر. 5 جنيه كوبايه، حرام فيها معلقتين. دي كوبايه كبيره وحلوه اهي. بوريكي بصي اللبن، بصي الزبادي بوريهولك. قومي بقى اعملي بنص كيلو لبن. بصي عملت كام؟ 5 كوبايات مليانين، ودي نص كوبايه للخميره للبن الجديد. بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله.